يقول واسمني فوزية، الطفلة الكبيرة في خاوتي. عشت في دار فيها 5 بنات وزوج ولاد. تربينا على الطفلة ما لازمش تجيب العار للعائلة، وعلى هذه حبسوني أنا وخياتي في الابتدائي بالسيف علينا. بما أني كنت أنا الكبيرة كنت أكتر وحدة أبسط حقوقها ناقصينها. رحت لحنت بنت عمي وتم شافتني مرة واللي هي عمة راجلي وخبرتهم عليا، ومنها تفاهموا رجال وخطبوني ككل بنت، وما كان عليا غير نقبل، خاطر كما قلت لكم أبسط حقوقي ما كانوش متوفرين. وهكا خرجت من جهنم طحت في بابها. كنت حاسبة راح نتهنى مر زواج، مالقريس كنت في دار العائلة، كانت دار كبيرة وفيها الشيخ والعجوزة و6 لواسي و3 لواساتي، وكان راجلي هو الكبير في خاوته. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مع أول يوم بدأت عجوزتي تجبد في المشاكل. مثلا كان كل ما يجي راجل من الخدمة تسبقوا عند الباب وتحرشوا وتعمر له راسه، هو ما كانش يسمع لها، بصح مع توسويس تاعها ولا يأمنها دايما ويضربني يوميا بلا رحمة، حتى ولا لي هذا الضرب جزء من روتيني اليومي. بالرغم أني بعد زواجنا حبيته حب جنون، وكنت نقول معليش أضربني، كان تحت الضغط، يماه كان ديلو في الضغط، وكنت نروح نغضب في دارنا، وكان بابا يقول لي والي لدار راجلك، احنا ما عندناش المرأة مطلقة في العائلة، ويردني. وعلى هذه كانت عجوزتي غير تزيد وتزيد في المنكر تاعها، حتى رفت بالكرش وفرحوا لي صراحة، وزادت فرحتهم كي سمعوا باللي في كرشي ولد. عشت 9 شهور بلا مشاكل، حتى جا نهار 1985 اللي ولدت فيه أول فرحة في حياتي. نور عيني يا بلال، بصح يا فرحة ما تمت. توفى وليدي حبيبي الغالي في يوم الثالث، وتحرقت كبتي وانا مازالني نفسه. دفنوه حبيبي وانا ما شبعتش من ريحته. بعد أشهر لقيت روحي بالحمل للمرة الثانية، بصح اللي كان في كرشي طفلة، وهذا الشيء ما عجبش عجوزتي، وما كانش على بالها بلي هذا مكتوب ربي، وبقات تذل فيا وتجرح بكلامها القاسي. وفوق هذا كامل كانت تحرش راجلي وتعمر له راسه، حتى ولا ما يحملنيش، وكل ما ندخل معاه في نقاش حتى ولو كان بسيط ناكل ضرب مبرح. لحق موعد الولادة تاعي وجبت طفلة حبيبتي سامية في 1986، وربيتها حتى لحقت عام، وكان بابها يحبها، بصح جوستي ما تحملهاش بزاف، ولكن متقبلة الحالة. وكل مرة تسوء مع جوستي وانا ما وليتش نحمل، خاطر كل اللي كان فوق طاقتي وزدت رفدت الحمل للمرة الثالثة، ولكن انا ما كنتش عارفة نوع الجنين، وعجوزتي كانت تسنى في طفل ب10 عينين. مرة داني راجلي لدارنا وتمك تشهيت الروتي، ويما جبرت بخاطري وطيبته لي، بصح كان لازم عليا نروح مع راجلي لداري. أهبط وانا نخمم كيفاش تكون ردة فعل عجوزتي كي تشوفه، على خاطر كان ماشي طيب كما قلت لكم، ما كملاتوش وكان لازم عليا نروح. دخلنا للدار، غير شافت عجوزتي وش جبت معايا دارت مندبة، قاعدة تقول جبتيه من داركم، علاش حنا رانا حارمينك، حنا يا مجاعة رانا مخلينك للشر واقيل. وقالت لراجلي يا وليدي ما تاكلش معاها، عاد كاش ما دايرين فيه. وانا على هذه قنت ورحت نبكي ورميته، وهو بقى في قلبي. غدوة من ذاك رفدت قرشي ورحت لدارنا، وديت بنتي معايا باش نغضب كالعادة. لهاد المرة الشيخ حلف لي إذا خرجت من هذا الباب والله ما نولي. من تما طلقني راجلي، وانا رحت وكي قربت ولادتي قالوا إذا ولد رجعوها وإذا بنت ما رجعوهاش، وكانت مع الأسف بنت. وتما راجلي جالي للسبيطار وزاد طلقني بالثلاث، وقال لي راكي مطلقة مطلقة مطلقة، وانا نافسة. تخيلوا كيفاش كانوا مشاعري في هذيك اللحظة وانا مطلقة ونافسة، وأول شخص حبيته هو زوجي وبس، نقصد طليقي. صوروا وش راح تكون ردة فعل والدية، وخاصة كي هما يمشوا بمبدأ الطفلة تجيب العار، وإحنا ما عندناش طفلة مطلقة، ومنها خرجت مطلقة بزوج بنات، وانا محال نقدر ربيهم وحدي، وبنتي الراضعتان اللي ما تقبلوهاش. حتى رحت لدارنا كملت نفاسي. بعد مدة قصيرة سمعت باللي حبوا يخطبوا لطليقي، وهو يدوب عنده شهر ملي طلقني. بصح طليقي كان حاب يردني ونعيش مع بناتنا، ولكن للأسف حرام وما نقدرش نولي، ومنها الطفلة اللي خطبها كانت لاصقة فيه وحالفة لا تطلقوا. بقيت في دار والدية، وكما قلت ما نقدرش نربي بناتي وحدي، بابا ما عندوش، قيس ناقص حالنا، وخاوتي محال يعاونوني، وما كان عليا
غير نمد بناتي يتربوا عند باباهم. ويا عجوزتي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فرقتيني على كبتي وحرمتيني منهم وخليتيني أنا نمدهم ونتخلى عليهم بيديا. راحت بنتي الكبيرة لباباها وهي في عمرها 6 سنين، بسبة أنها عاشت المرار معايا، على خاطر كان خويا يضربهم ويعايرني ويعايرهم معايا، وكان قاسي لواحد الدرجة بزاف صعيبة. كان يضربهم وبيتهم بالحفا في السطح وهما في عمر صغير بزاف على تحمل هذا الشيء. وعلى هذه بعثت بنتي الكبيرة سامية لهذيك الدار مع مرت باباها، اللي حتى هي ماشي سهلة، وزيد مع أوامر جداتها والكلام القاسي اللي ترمى عليها. الوحيدين اللي كانوا معها حنان وداروا ليها جزء قليل جدا يعني من جو الأمومة، كانوا عماتها يرقدوها معاهم، يمشطوا لها شعرها. ومرت الأيام والسنين حتى جا واحد تقدم لي للزواج، بصح على الضرة، بسبة أنه مرتو ما تحملش، وكان عليا غير نقبل بسبة الذل اللي عايشاته في دارنا. رحت عروسة غير في السكات، وخليت بنتي الصغيرة شهلة اللي كان عمرها في هذاك الوقت 5 سنين، وتفاهمت مع راجلي تاني نجيب بنتي ليا بعد شهر من زواجنا، خاطر كانت صغيرة وبصف متعلقة بيا، وهو ما رفضش. وكنت نقرر نجيب بنتي الكبيرة، بصح بابا رفض قاطع، قال لي بنتي ما ترباش في دار الراجل. ورحت في الأول كانت معاملة زوجي تاني مليحة نوعا ما، رغم من الفرق اللي كان بيني وبين مرته الأولى، بصح كي حملت وجبت ولد سميته رابح تبدلت المعاملة تاعو معايا، ولا يضربني ويخليني وحدي كلبة مرمية. وهذا كامل على جال يدي وليدي لمرته التانية تهتم به وتربيه. وانا تغيضني عمري، كانوا يحرموني موليدي، حتى تمادى بزاف تصرفاته، ولا يضربني تقريبا يوميا. وليدي يشوفوا 2 مرات في السمانة وانا ما قدرتش نزيد نتحمل. قلت له راح نطلق وانت رجع مرتك. قال لي روحي راكي طالق، وليدي والله ما تديه معاك، خرجتك من الدل اللي كنتي عايشاته في دار باباك وجبتك للخير وزيدي تكبري، روحي راكي محرمة عليا. رجعت لدار بابا وكانت بنتي معايا، ورجع وليدي يجيني مرة على مرة، وبقينا على هذا الحال حتى جا الوقت اللي جا طليقي الأول يدي بنته، وكان في هذاك الوقت عمرها 8 سنين. ومنا كانت بداية جديدة، معاناة جديدة لبناتي في زوج. دوك خلاصت حكاية ماني ومعاناتها، لأنه المتابعة اللي كتبت القصة راهي تحكي في حكاية جداتها ويماها. قالت دوكا راح تبدأ حكاية أمهاتنا معاناتهم مع مرت باباهم. راحت خالتي بعد ما جدها جدي من عند ماني لدارو اللي كانت فيها يمه، وهنا بدات مرت جدي تتقلق وتخرج زعافها فيهم. وكانت عندها بنت واللي هي يامنة اللي تجي مور خالتي شهلة. كانت التفرقة بين البنات والمعايرة لهم حتى في أبسط الأمور يدوا عليها البخص. وكانت يامنة رغم صغر سنها 6 كبروا على هاد المرار، وكانوا مرة على مرة يروحوا لعند يماهم، ولكن بالدالة. واحد المرة سامية كانت عند يماها وشهلة صغيرة بعثتها مرت بابها تشري الخبز. في طريقها شافت البنات يلعبوا، قعدت معهم حتى فاتها الحال. لحقت للدار ضربتها مرت باباها كف على خدها لدرجة عينها دارت. جا باباها وشكت له مرته وكذبت عليه، قالت له باللي راهي تروح ومنا اديها ليماها، هي مريحة وانا مبسيتني ببناتها. وكان دايما تقول لهم يماكم مرماتكم وترمي لهم الكلام الجارح. راحت شهلة ليماها وهنا شافت عينها، سقساتها وش بيك شكون ضربك، حكات لها كلش بالتفصيل. وجا الوقت اللي جي يديهم وجاب باباه معاه، وهنا قالوا أب ماني خلينا لك بناتك باش تربيهم ويكبروا على يدك، ماشي باش تضربهم مرتك ويصرى فيهم هكا. وطلع الحاج باباه معاه وهو حالف مرت جدي، راح وقالها علاش ومنا، وهنا هي بدأت تكذب وتقولب وتقلب كلش لصالحها. جاز الوقت وكبروا البنات، ولا عن جدي 6 بنات، وكانت يماه كل يوم تختلق مشاكل مع مرته، ولكن كما قلت مرته ماشي سهلة، على هذه قاعدة تم وجابت غير البنات وما تلقهاش. جا نهار اللي جاتو سكنة وكانوا البنات كبروا، ولات مرت باباهم ديرتهم خديمات عندها، وبنتها الصغيرة تربت على سامية. كانوا يخدموا وكيجوا يقراو، ما تخليهمش لدرجة كانوا يحفظوا في المرحاض. وكان عند مرت جدي خوها من باباها اللي كان في هذاك الوقت شاب يقرا في الجامعة،
كان يجي بات عندهم بزاف في الدار، وهو متربي عند يماه في الغواط، وكانوا في الجميع تاع المناسبات يحرشوا يتمسخروا به جبري ومنا. وهو كان حاط عينه على خالتي شهلة رغم أنها كانت طويشية بالبزاف. مرة كان راقد في الصالون رمات عليه بليغة، وهو كان يحبها، ما حبش يبيع لختو عليها، يعني كونوا عارفها كيفاش دايره. زاد يامات وخبرها باللي شهلة تعجبونه ويخطبها عفوا. قالت له ايه وين تصيب كيفك، لانه هو كان قاري ولاباس به في هذاك الوقت، وشهلة كانت تقرا تما اولى ثانوي، واختها سامية عندها الباك. خبرتها بمعنى واللي اخرجي معاه، ولكن شهلة كانت مشي دايتها كامل فيه، خاطر كانت حاطه عينها على ولد جيرانهم الفلسطيني، وحتى هو كان يبادلها نفس الشعور، وكانوا على تواصل. واحد المرة راحت تبات عند جداتها يمات باباها، هنا استنات وقت خرجت فيه من بيتها وراحت حكمت الفيكس، وعيطت لخو مرت باباها. رفد عليها سلام شكون معايا، قاتلو من الاخر انا ما نحبكش وجامي نحبك ولا نقبل نتزوج بك محال. ومنه هو تقلق وسبها ما خلالهاش، وقالها دوك نخبر اختي وباباك. كي راحت للدار حكموها، قالوا لها واش درتي ومنه وعلاش قلتي له هكاك وكذا. هي خافت ونكرت باللي عيطت له، قالت له ما عيطتلوش، وبقاو معاها، ولكن بقات تنكر حتى خلاص قالها ما انتهاش وقرر يخطب. وهنا كانت سامية في عامها تاع الباك، وكانت مرت عمها نافسة عندهم في دارهم. مرة جا وليد خوتها يطل عليها اللي نمدوله اسم توفيق، كي جا عجبته سامية وخبر خالته عليها، وهي وافقت، قالت له دوك نشوف. بطبيعة الحال خبروا سامية وحتى هي عجبها، وقالوا نهضروا مع باباك ونتقدموا لك. بصح يا فرحة ما تمت، شيبة النار تاع مرت بابها رفضت، ولا لا يكون مرت عمكم وخطيك منهم ما يولموناش، حتى رفض بابها. هنا زعفت سامية وغازتها عمرها، كانت حباته، مام هو جاها من الباب الواسع وطالب الحلال. جازوا الايام وجاو خطابين لها، وقبلت بسبة الحكرة والظلم اللي عاشته باش تتهنى، ومدوها في هذا الوقت. تما كانت شهلة تقرأ، وخو مرت بابها خاطب، وعرسو قريب عرضوهم كامل، وكانت شهلة راح تروح، بصح هما قالوا لها لا لا وكيفاش تروحي، وكان حابك وما هاد الكلمة عليك، وبقاو يزيدوا عليها، اما لا قعدت. جاز الوقت لحتى تزوجت سامية، وموراها بعامين زوجت شهلتان. ورغم هذا مرت باباهم ما زالت في طبايعها، وما زالت تحب تحكم فيهم وحتى فينا احنا ولادهم وتدير المشاكل. بصح معليش ربي ياخذ الحق، ونتمنى من ربي يخلص كامل اللي حرق وجرح ماني وخالتي وعيشهم المرار، وهذا قليل بزاف من واش عاشوا. اختصرت لكم بزاف، ممكن باش ما نطولش عليكم وتقول بالتوفيق، ومن هنا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحكاية المؤلمة وتدوا منها العبرة.